يبعد الكرة الأخيرة. هناك لاعبين ملقيين على أرضية الميدان، هو محمد إبراهيم طيار الذي أمامكم على الصورة، هو لاعب آخر في المنطقة الدفاعية للنادي الأهلي. وهنا الورقة الصفراء، أوه، الورقة الصفراء الثانية والحمراء تخرج. إذا اصفرت احمرت، والتحمر لأصحاب الفانيلا الحمراء. اللاعب أحمد نبيل مانجا ياخذ الورقة الحمراء ويغادر الميدان. لماذا لا ندري، هل هو احتجاج، هل هو عودة للمخالفة، و يعني ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ لا أدري حقيقة مشاهدينا أنه أحمد نبيل مانجا قام بشيء شفنا على الشاشة. هل هي عودة لمخالفة أو ارتكب مخالفة واحتجاج غير مبرر يعطيه الورقة الصفراء؟ هذه العملية اعتبرها ربما حكم المباراة هو اعتراض للاعب يستوجب الورقة الصفراء، أو بما أنه أحمد نبيل مانجا عنده ورقة صفراء في الشوط الأول، الثانية او رامي ربيعه خذا ورقه صفراء في الشوط الاول، وشريف كرامي هو خذا في الشوط الثاني خذا الورقه الصفراء وورقه صفراء اخرى، وتخرج ورقه حمراء لاحمد نبيل مانجا. هل هي يعني احتجاج، وكانه احتجاج على مخالفه ياخذ ورقه صفراء والورقه الصفراء مباشره بعدها، لانه احتج على قرار مدحت عبد العزيز. هذه ربما استوجبت الورقه واحتجاجه استوجب ورقة أخرى، ويخرج أحمد نبيل مانجا بالحمراء لتبقى القلعة الحمراء منقوصة من اللعب. 10 لاعبين يتواصلون في سرد الحكاية فيما تبقى من هذه المباراة. هنا الحكم مدحت عبد العزيز يتوجه إلى دكة الاحتياط ويتوجه للكابتن حسام البدري، وهنا مناقشة بين حسام البدري والحكم مدحت عبد العزيز. هل هي النقاش ودي أنه هو في بعض ربما الاعتراضات؟ هل سيقصي كذلك حسام البدري السيد مدحت عبد العزيز أم ماذا؟ على كل يعود حسام البدري، وعلى ما أعتقد هو ورقة حمراء. أكيد جدا أنه قرارات الحكم تلاقي احتجاجات، ولكن ما توصلش أنه يقصى المدرب واللاعب. المدرب واللاعب حسام البدري يقصى خارج الميدان، نعرفوا يعني دماثة أخلاقه وسماحة صدره، لكن بعض اللحظات يعني ما إلا إنسان ولا يتملك أعصابه يخرج خارج الميدان. المدرب حسام البدري في هذه اللحظات. الأهلي منقوص.